عمرك حسيت إنك بتتصرف بطريقة مش فاهمها أو إنك بتكرر نفس الأخطاء حتى وإنت عارف إنها غلط؟ فرويد سمى ده العقل الباطن، العقل اللي بيشتغل في الكواليس زي مايسترو بيدير حياتك من غير ما تحس. النهاردة هنتكلم عن فرويد ونظرياته المثيرة للجدل، مش عشان نعرف التاريخ بس، لكن علشان نكتشف إزاي نستخدم الفكرة دي لفهم نفسنا وعلاقتنا بشكل أعمق. سيغموند فرويد طبيب نمساوي، مؤسس مدرسة تحليل النفسي. أفكاره كانت ثورية جداً لدرجة إن ناس كتير في وقته اعتبروه مجنون. هو أول واحد قال إن معظم حياتنا بيحركها العقل الباطن مش العقل الواعي، وده فتح الباب لفهم جديد للإنسان. فرويد قسم العقل لثلاث مستويات: العقل الواعي اللي إحنا مدركينه دلوقتي، العقل ما قبل الواعي، معلومات مش فاكرها بس ممكن تستدعيها، العقل اللاواعي أو الباطن، مخزن للرغبات، المخاوف والذكريات المكبوتة. اللاواعي ده زي جبل جليد، الجزء اللي ظاهر فوق المية صغير جدا، لكن الجزء اللي تحت هو اللي مسيطر على حركته. فرويد شرح إن جوانا ثلاث قوة طول الوقت بتتخانق: الهو، الإيجو، الجزء الغريزي عاوز المتعة دلوقتي حالا. الأنا، الإيجو، المدير التنفيذي، بيحاول يوازن بين الهوى والواقع. الأنا الأعلى، سوبر جو، صوت الضمير والمعايير. مثال بسيط: أنت جعان بالليل، الهو يقول قوم كل أي حاجة دلوقتي. الأنا الأعلى يقول لأ، ده غلط وصحياً وحش. الأنا تحاول توازن، طب خد سناك خفيف وصحي. التلاتة دول هم اللي بيشكلوا سلوكنا. لما اللاواعي يضغط علينا، الأنا بيستعمل آليات دفاعية عشان يحافظ على توازننا. أشهرها الكبت، ندفن المشاعر أو الذكريات. الإسقاط، نتهم غيرنا بحاجة جوانا. التبرير، نخترع سبب منطقي لقرار كان عاطفي. المثال الأشهر: شخص بيكره حد جدا من غير سبب، غالبا ده انعكاس لجانب داخلي مش قادر يواجهه. يلا نبدأ التمارين العملية. 1. تمرين اليوميات اللاواعية. كل يوم قبل ما تنام اكتب 3 مواقف حصلت ورد فعلك فيها. بعد أسبوع راجعهم، هتلاحظ أنماط متكررة بتكشف عن لاوعيك. 2. تمرين تحليل الأحلام. فرويد كان شايف إن الحلم هو الطريق الملكي للعقل الباطن. جرب تكتب حلمك أول ما تصحى، لاحظ الرموز: البحر، الطيران، السقوط، كل رمز له معنى في لاوعيك. 3. تمرين الإسقاط. فكر في شخص بيستفزك جدا، اسأل نفسك إيه الحاجة اللي فيه ممكن تكون انعكاس لحاجة أنا مكبوتة جوايا. هل العقل الباطن يتحكم فينا بالكامل؟ لأ، لكنه مؤثر جدا. الوعي بوجوده بيخلينا نتحكر أحسن. طب إزاي أقدر أغير لاوعيي؟ بالملاحظة والتكرار والتدريبات، ومع الوقت هتلاقي تغيير كبير. فرويد علمنا إن الإنسان مش بسيط، وإن في أعماق بتدير حياتنا من ورا الكواليس. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى الحلقة الجاية مع فيكتور فرانكل ورحلته للبحث عن معنى الحياة. واكتب لي في التعليقات إيه أكتر حاجة اكتشفتها عن نفسك لما فكرت في عقلك الباطن.